عسلامتكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نعمل معاكم الخبزة المحشية بعجينة سهلة برشا. كيما تشوفوا منظرها يشهي برشا. لأكثر تفاصيل تابعوا معايا بقية الفيديو باش تعرفوا الريسات. ويلا نبداو. اول حاجه باش ناخذوا هكا صحفه صغيره ولا اي حاجه تنجم تحط فيها ساشي خميره، مغرفه سكر وشويه ماء دافي، لازمش يكون سخون باش ما يطفيش هكا الخميره، ونخليهم 15 دقيقه حتى لين تخمر الخميره كيما تشوفوا. ومن بعد باش ناخذ الفرينه نغربلها، نحط عليها رشه ملح، وباش نضيف عليهم هاك الخميره، وباش نضيف زادك عيبه ياغورت ناتوريل. هذه السر باش تكون طريه العجينه. وباش نعجنها بيدي بالطريقه هذه كيما تشوفوا حتى لوين نوصل القوام اللي اني حشتي بيه. كان جاتكم يابسه وشاده روحها برشا تنجموا تزيدوا شويه ماء، او اذا جاتكم العكس تنجموا تزيدوا شويه فرينه. وهكا نخلط التكستير هذه اللي حاجتي بها، نخليها ترتاح مده ساعه ونغطاها مليح، مخليش الهواء يدخل لها. توا ناخذ الدجاج الفارس مغرفة كركم كيما تشوفوا، مغرفة فاح مقارونة هي فيها فاحات متنوعة، مغرفة ملح بطبيعة مغرفة صغيرة نحكيلكم، وباش نخلطوه مع بعضه الكل. ومن بعد بعد المرحلة هذه باش نبدأ نقلي البصلة متاعي. باش ناخذ بصلة كبيرة وباش نقليها كيما تشوفوا، شوية زبدة شوية زيت زيتونة. ومن بعد باش نحط عليها اكسكالوب اللي حضرته خليته 15 دقيقة زاد يرتاح في الفيحة متاعو باش نخليه يتقلى لين يخرج شوية الماء متاعو. وباش نضيف له الفلفل ملحي مغرفة صغيرة زادة مش برشا خاطر نحبه أحمر، نجم تخليوه هكاكا. المرحلة هذه اختيارية. وباش نزيد نضيف شوية أخرى فاح مش برشا، نص مغرفة صغيرة. ومن بعد باش نخليه يقر ماه أكثر ونزيدو شوية مش برشا ماء سخونة. وتوا نرجع للعجينة متاعنا اللي ديجا خمرت كيما تشوفوا، نحاول نفرغها من الهواء بيدي كيما هكا. ومن بعد حولتها في طبق بلا باش نحاول نحلها بشوية بشوية، باش من بعد نحولها في المول اللي حاجتي بيه ونحلها كيف كيف بنفس الطريقة حتى الفين تاخد شكله. ومن بعد باش نجيب الفارس متاعي اللي زدتها مغرفة كبيرة قوطة، وزدتها شوية فلفل أخضر كيما تشوفوا قطعته جويد، وباش نحط من له الكوش هريسة من الفوق باش ندهن بها العجينة متاعي. ومن بعد باش نحط فوقها الفارس متاعي اللي فيه كما قلت لكم السكالوب والقوطة وشوية فلفل. ومن بعد باش نزيد فوقهم شوية موتزاريلا عربي هيك باش تكون مشخشخة. ومن بعد باش نحل العجينة الأخرى بنفس الطريقة. نسيت ما قلت لكمش اللي أنا قسمت العجينة الكل على نصفين، واحدة حطيتها من اللوطة والأخرى من الفوق باش نحاول كيف كيف نخليها تاخذ نفس الشكل، ونغطي الفوقاني الكل كيما تشوفوا بنفس الطريقة، باش نحطها في الفور على 200 درجة لمدة ساعة غير 4 هكاكا، ونتفقدوها ما نخليوهاش تحمر برشا كيف ما اني خاطر خليتها برشا في الفور جاتني شويه يابسه من اللوطه. ماذا بكم جست ما تاخذ اللون متاعها وتحسها طابت تهبطها ديريكت. اما الريزلتا رغم هكا ياسر جات باهيه وبنينه برشا وخفيفه وهشوشه. وهكا نكونوا كملنا الفيديو متاعنا، نتلقى ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنساوش تعطوني رايكم في التعليقات وتعطيو ماكلتكم برشا حب، وباي باي.